السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صحة وسعادة كده وهنا. يا رب يديكم الصحة ويكرمكم يا رب. متشكرة على كل اللي بيشترك عندي، وانا مش عارفة والله اقول له ايه. اقول له ربنا يكرمك ويسترها معاك يا رب. دلوقتي هنعمل ايه؟ اللانشون الفراخ. انا هولع النار اهي، وهنا حطيت يعني ايه، كان عندي كام حتة صدر على حتة فرخة كده، ورحت حطاهم على النار بجزراية واحدة وبصلاية وفصين توم اهم هوريهم لكم، عشان بس انا بقتصر الفيديو. ادي جزرة وادي البصل وادي التوم اهو. هحط كله يستوي كده لما تتهرى خالص، وبعدين نشوفوا نعملوا ايه. تمام يا حبايبي اهو. ده صدور فراخ كانت عندي اهي، ودي نص فرخة كانت موجودة في التلاجة. قلت بقى اي حاجة اللي انت عندك اعمليه. عايزة تعملي بالوراك خالص اعملي، بالصدور خالص اعملي، بالفرخة كاملة ماشي مفيش مشكلة اهو. انا هحطها على النار اهي تستوي خالص. لما تستوي تتهرى نشوفوا نعملوا ايه اهو يا حبايبي. بصوا البيفي الفراخ استوت خالص، هي وراك على صدور عملتها، وحطيت الخلطة قدامكم طبعا زي ما انتم شايفين. وهنا حطيت الجيلي 3 معالق ودوبتهم بالمية بتاعت الشوربة دي اللي هي بتاعت الفراخ، واحطها في الخلاط دلوقتي واضربها. سهل جدا ما فيهوش اي صعوبة. وهنا الفلفل الاسمر وشوية الكزبرة وشوية الجنزبيل. ما تحطيش حاجة زيادة عن كده. واتفرجي بقى على احلى بقى لانشون. شايفين كده حبيبي؟ بصوا ضربت اهوت. انا عندي ايه، بنجر، بس انا والله ما عايزاه احمر بيني وبينكم انا اهو، بس مش عارفه احطه ولا لا. هحطه يبقى احمر، وهو اصلا بتاعت فراخ. حط شويه وخلاص وامري الى الله. يبقى احمر ماشي، يلا حط شويه. هضربه تاني واوريكي. شايفه حبيبتي؟ بصي كده تخين قوي اهو، فانا هحط الجيلي عليه اهو، كوبايه قلبتها عليها الجيلي، وهضربها تاني في الخلاط. انا عملت شويه وهعمل دول كمان. هو التخن بتاعه كده حلو قوي، اخف شويه من الكيك اهو شايفين اهو. دلوقتي بقى انا اعبيه في العلب واوريكي. حبايبي شايفين طلع قد ايه؟ لما صلي على النبي دي يعتبر ايه، تعتبر فرخه ونص، لان كان عندي صدور ياما وحطيت كين كبار عليه. بصوا اللهم صل على النبي طلعت قد ايه، بس هي لونها ايه بامبي علشان حطيت البنجر. انا ما كنتش عايزه احط، كنت عايزاها بيضة، بس انا حطيته وخلاص. بس بصوا بقى الطعم والجمال اعمله بنفس الطريقه دي. حطوا بس واحدتين مرق الدجاج، وانا عبيتها بقى، قطعت برطمانين مش محتاجاهم حطيت فيهم، وحطيت في العلبه دي. حطيت علبه صغيره اهي والكوبايه الكبيره دي. بصوا الجمال. هحطه بقى في التلاجة لما يجمد اوريهولكم اهو يا جماعه. بصوا اللانشون اللهم صل على النبي طلع جميل، عارف ولا طعمه في منتهى الجمال؟ شايفين حلو ازاي وطري وجميل ازاي؟ انا طلعته بس دوت ايه بعد ساعه ما كملش ساعتين. رحت بس حطيت دي في الفريزر. اما جمدت طلعتها وقطعتها عشان اوريها لكم. اما ده بصوا ايوه جامد وكل حاجه، بس ناقص حاجه بسيطه شايفين اهو. اهو جامد اهو، بس عايز ايه يستنى شويه كمان. بعد ساعتين مش معقوله يجمد يعني، عايز يستنى حبه اهو. البرطمان رخر اهو، بقيته في التلاجة. وطلعت بقى الصغيره دي اللي انا عملتها اللي قدامكم عملتها. بصوا طريقه جميل ازاي. بصوا اعملوا له عيالكم في المدارس دي بدل ما تشتروا الجاهز ده الغالي. هو طلع لونه احمر عشان حطيت بتاع، كنتش عايزه احطه والله. اللي هو المفروض بتاع الفراخ ده يبقى ابيض ما يبقاش كده، فانا عملته بقى كده. وبصوا عليه وجماله اهو، والله جميل والله. طعمه روعه روعه في منتهى الجمال. اعملوه بقى وتهنوا. يلا حبايبي مع السلامه. مع السلامه.